بسم الله. المفروض ان احنا هنتكلم النهارده يعني عن موضوع نوعا ما شائك مؤلم حلو، ولكن ألم بيؤدي في النهاية لنتيجة، مش مجرد ألم لجلد الذات وخلاص. لأن احنا إن شاء الله هنحاول نبص للأمور من منظور مختلف، نحاول إن احنا نظبط شوية حاجات كتيرة قوي مش متظبطة، ولكن أثناء الكلام عن الأجزاء دي بالذات الإنسان وهو بيسمع كده بيسترجع ذكريات في أوقات في أشياء مؤلمة، ولكن خروج الألم بشكل ما متزن، في نوع من العلاج بيخليه ان هو يروح لحاله بقى خلاص ويبطل يقرفنا ويوجع دماغنا، بدل ما احنا دافنينه او رامينه او عاملين نفسنا مش واخدين بالنا فبيطلع على وشنا باشكال مختلفة واحنا ماشيين في الحياة فبنرجع له تاني. فاللي هو يعني لا منه سايبنا في حالنا ولا منه بيفيدنا في شيء. فالموضوع اشبه بعملية جراحية مؤلمة، ولكن في النهاية ايه ان شاء الله تخفوا وتبقوا زي الفل. طيب، احنا المفروض في جزئين هنتكلم عليهم النهارده. الجزء الاولاني ليه علاقة ب احنا بناخد ايه من الاهل وايه الحاجات الغلط اللي بناخدها وبنستوعبها حتى بشكل غلط فبتؤدي في النهاية الى اخطاء في اختياراتنا. وهنتكلم عن التشافي والتعافي، وهنتكلم عن فكرة احنا ليه بنلوم نفسنا بقى رغم كل ده، رغم ان احنا ناس غلابة وما باليد حيلة، احنا ليه بنقع في النهاية ان احنا بنلوم انفسنا. خليني ابدأ بالاولى. لماذا يلوم الاطفال انفسهم؟ خدوا بالكم هنا انا مش بتكلم على الاطفال الصغيرين، انا بتكلم على الاطفال الكبار. احنا ليه بنلوم انفسنا؟ ده سؤال مهم جدا. في نظرية بيسموها نظرية الدفاع الأخلاقي. يعني إيه الدفاع الأخلاقي؟ يعني لما الإنسان بيقع عليه شيء، الشيء ده من شخص بيمثل ليه رمز كبير قوي، أو بيمثل ليه محبة، أو بيمثل ليه يعني أوقات إحنا في ناس من أهالينا بنشوفهم بمنظور مثالي يعني. فإحنا إزاي الإنسان لما بيقع عليه شيء منهم يتهموني بشيء، ينتقدوني بشيء، أنا بدافع عن نفسي إزاي؟ ليه؟ لأنه لازم الطفل يدافع عن نفسه جوه دماغه، مش بالضرورة لفظا، ولكن هو جوه دماغه هيدافع. طيب، طريقة الدفاع بتاعته دي بتبقى عاملة ازاي؟ قال لك حاجة من الاتنين والاتنين غلط. الأولى، إما أن يكون شخصا جيد في حماية أشخاص سيئين. يعني إيه؟ يعني أنا كويس أنتوا وحشين، بس إيه؟ إن شاء الله أنا هغيركم. يعني إن شاء الله أنا هحاول إيه؟ أعمل أي حاجة تبسطكم وترضيكم وتعمل لكم اللي أنتوا عايزينه. وده دور من الادوار اللي بناخده بعدين لما بنكبر. بمعنى انا الطفل الصغير اللي كان بيغلط غلطات عبيطة جدا فكان بينوله عقاب شديد. انا بغلط غلطات ايه؟ عبيطة، ولكن رد الفعل كان بيبقى ايه؟ بيبقى غضب شديد وقسوة وانتقاد. في ناس كان الموضوع بياخد معاهم هو الموقف، في ناس يعني ممكن بنتذل في الحوار ده بالشهور او بالسنين. فبالتالي الطفل ده لما بيكبر، اما بيشوف شخص ما تاني بيخطئ والشخص ده رمز محبة بالنسبة له، سواء بقى كان صاحب سواء كان شريك حياة، فبيبدأ لا شعوريا يقول ايه؟ نستحمله، نفوت له، نعديله، كانش بيعدوا زمان يعني، اكيد لو طبطبنا عليه هيتغير. هو الانسان محتاج ايه غير شوية طبطبة؟ فيبدأ يتعامل مع الاشخاص الكبار على انهم ايه؟ اطفال صغيرين. ودي الكارثة اللي احنا بنعملها. هو الطفل الصغير هو اللي يستحق الطبطبه، انما لو انت تتعامل مع شحط كبير على ان هو طفل صغير ففي النهايه انت اللي ايه؟ انت اللي هتتضرر في النهايه. فده فكره انه الانسان بيقرر ان هو يكون شخص جيد في حمايه اشخاص سيئين. هو انا عارف ان انت سيء، ولكن انا عندي استعداد ان انا احارب عشانك وان انا اضحي عشانك في مقابل ان انت تكون ايه؟ في مقابل ان انت انسان كويس. مش بس كده، اوقات احنا كمان بنحاول ان احنا نصلح في اهالينا ونغيرهم ونغير من طباعهم وسلوكياتهم وحاجات كتيرة قوي، وبنزعل وبنتعب لما هم ما بيستجيبوش، وبنلومهم ان انتوا ليه مش فاهمين، ليه مش مدركين، ليه لسه بتتصرفوا كده، انتوا ليه، ونبدأ ندخل في دايرة اللوم.
اللي بتأذينا احنا في النهاية، لأن احنا أوقات بنلوم بالصمت. يعني أنا بلومهم جوه دماغي، بلومهم وأنا بعيط على المخدة، إنما أنا مش بقف قصادهم والوم. أنت مش بتواجه. لا، أوقات حتى لما بتواجه يعني الدنيا بتولع. طيب الكارثة التانية، يعني في ناس بتقع في دي. الكارثة التانية بقى قالك إنه الإنسان يتحول إلى إنه يكون شخص سيء في حماية أشخاص جيدين. بمعنى إيه؟ أنا هنا مين؟ أنا هنا أنا الوحش وهم اللي حلوين. ولكن أنا الوحش ده مش معنى إن أنا بعمل حاجة وحشة لا قدر الله، لا، بس أنا صدقت إن أنا وحش من كتر ما هم شايفيني مقصر، ومن كتر ما هم شايفيني مش بعمل اللي عليا، ومن كتر ما أنا ما حققتش ليهم اللي هم كان نفسهم فيه. فأنا وصلت لأن أنا أكون إيه؟ أنا هصدق إن أنا السيء، وهحاول في الحياة إن أنا أحاول إن أنا أعمل كل الأشياء اللي ممكن إنها تعمل إيه؟ ترضيهم عني وتسعدهم وتبسطهم في الحياة وتعوضهم عن تعبهم عني. ولكن الإنسان بيوصل في النهاية إلى حيطة سد، ألا وهي إن أنت مهما عملت هم ما بيرضوش، يعني مش موافقين، دايما في حاجة ناقصة. لأنه أوقات يعني حتى يقول لك أوقات الأب بيعتقد إن دوره إن هو أب، ودي كارثة. بمعنى إيه؟ يعني هو بيعتقد إن دور الأب هو إن هو يعلق، مكلتش ليه؟ مشربتش ليه؟ مذاكرتش ليه؟ فهو دوره إن هو يعمل إيه؟ يكمل الحتة الناقصة. بس هو لو اعتقد إن ده دوره فقط، أنا استقبالي أنا اللي هو إيه؟ إن أنا دايما ناقص، إن أنا دايما في حاجة مش كاملة، إن أنا دايما مش عاجبك. ما لازم يجي عليك وقت تشكرني، ما لازم يجي عليك وقت تسقف لي، لازم يجي عليك وقت تقول لي برافو. فأنت لو اعتقدت إن دور الأب هو إن أنت مجرد بتعلق او عايز تكمل الحته الناقصه، ده بيكون مردوده عليا انا وحش. فتاني، اما انه الانسان يتحول الى شخص جيد في حمايه اشخاص سيئين والدور ده بيكبر معاه، او انه لا يا جماعه انا السيء وبعد كده انا هحميكم انتوا بقى الاشخاص كويسين. الفكره ده اللي بيخلي الانسان حتى لما يخرج للحياه بيحاول يثبت للناس ان هو يتحب. فبيتحول ده بقى في شكل عطاء مبالغ فيه، ان انا عايز اثبت لكم واقول لكم ان انا ايه، انا والله شخص جميل يا جماعه، مش زي ما انتوا فاكرين. يا عم احنا نعرفك اصلا؟ لا ما انتوا اكيد قدام هتكتشفوا البلاوي اللي عندي، فانا من دلوقتي لازم اقدم لكم افرش لكم الارض ورد، يعني ايه، تحسبا لاي حاجه. مع ان هو انسان كويس جدا، ولكن هو ترسخ جواه اعتقاد ان هو شخص غير جيد وغير كفء وغير كافي. فبيحاول دايما ان هو ايه، يعني يسبق ان هو يقول لك لا انا كويس عشان يغير وجهة النظر دي عن نفسه. لكن انا وانتوا عارفين الحياة اي شيء مضمون، واي شيء انت بتديه للناس ببلاش محدش بيقدره. اي حاجة مجانية مبالغ فيها كمان فخلاص الناس مش بتقدر. طيب سؤال، ليه الانسان بيقرر ان هو يشوف نفسه انا اللي وحش وانا اللي فيها حاجة غلط مش هما؟ ده سؤال مهم جدا. طيب ليه الانسان بيقرر ان هو ما يعترفش بمساوئ الشخص اللي قدامه، بل بيشوف ان نفسه هو الشخص السيء؟ قالك انه الانسان بيميل الى ان هو يخسر صورته الذاتيه على ان هو يخسر الشخص اللي هو بيحبه. لان انا لو اعترفت ان انت بالسوء ده انا هخسرك، فلا انا السيء. يعني انت لا، انا السيء. دي طبيعة. ليه؟ لان ان كنت انا المشكله فانا اقدر ان انا اصلح نفسي، اغير سلوكي، اقدر ان انا اثبت لك ان انا استحق. طب لو كنت انت المشكله، فاللي هو انا كده مش هعيش في امان، لان انت شخص سيء. انا ازاي هعيش في امان وانا مع شخص سيء؟ فاذا انا مطالب ان انا اسيبك. فانا ما عنديش الشجاعه ان انا اعمل ده اصلا. سواء كنت طفل صغير فانت كده كده في امس الاحتياج ليهم، او اذا كنت شخص كبير في علاقه مع شخص ما، فلا، مش هقدر برضه اسيبه، لان انت متعلق باشياء كتيره قوي ليها علاقه بيه. وبالتالي المواجهة بتحتاج شجاعة وأنا لا أمتلك هذه الشجاعة. وبالتالي أنا بدل ما أعترف بالعجز، لا، أنا أعترف إن أنا اللي وحش. يعني بدل ما أعترف بعجزي إن أنا مش هقدر أواجهك بمساوئك، أو أعترف بعجزي إن أنا مش هقدر أبعد عنك، لا، أنا اللي وحش وأنا اللي هحاول أثبت لك. وده على فكرة شفناه كتير. يعني الناس اللي وقعوا ضحايا شخصيات نرجسيين
هو الشخص طول الوقت بيثبت له ان هو ايه؟ ان انت وحش. فهو بيعمل ايه بقى؟ بيصر ان هو يثبت له لا ان انا شخص كويس. فهو التاني قاعد مستفيد.